ازيكم عاملين ايه؟ اخبار الصيام ايه؟ عايزين حاجة تفتح النفس بقى. عندنا النهاردة بعمل حاجة من الكرنب. لما بنيجي نحشي الكرنب كده بيتبقى العروق اللي احنا بنقطعها علشان ناخد الورق بس، فبدل ما نرميها نستفيد بيها ونعمل منها مخلل طعمه حلو قوي، وقريب بقى المخلل الصيني اللي الولاد كلهم بيتجننوا عليه ده. احنا هنجيب زي ما احنا شايفين كده، احنا جبت كل الورق والعروق اللي هي اتقطعت وبقطعها قطع صغيرة كده علشان لما تتخلط تتاخد كده على قد الشوكة، واسيبها كده في بولة واحط عليها 3 معالق ملح عشان احنا هنحط لتر مية، فهنحط 3 معالق ملح، ويستحسن طبعا ملح الهيمالايا، ومعلقة توم باودر ومعلقة شطة ومعلقة كمون، واسيبهم مع بعض، اقلبهم مع بعض كده واسيبهم على جنب لحد الكرنب ما ينزل ميته شوية كده. زي ما احنا شايفين كله خلاص اتفاعل مع بعضه كده. وهجيب توم، واحط عليه شوية خل وشوية مية دافية، واقلبهم في بعض كويس ودوبها كويس جدا. وهضيف بقى في البرطمان، اعبي كله واحطهم على بعض. وتكون المية انا غليتها في الكتل بس سبتها تبرد، يعني مش مية سخنة، مية دافية اللي هي ايه على قد دمعة العين كده زي ما بيقولوا. بس وسبتها زي ما احنا شايفين كده، مش بتاخدش اكتر من يوم واحد وهتاكلوا احلى مخلل كرنب بيفتح النفس وجميل جدا. وما رميناش حاجة، احنا استفدنا من كل حاجة عندنا في البيت. عملنا محشي كرنب وعملنا مخلل جنبه، وينفع معانا في كل وقت. وبعد ما تاخدوا منه طبعا بتشيلوه في التلاجة عشان نحافظ عليه، وبيفضل مقرمش وجميل جدا. وبالهنا، ويا رب تكون الوصفات دي بتعجبكم، ويشرفني تعليقاتكم. باي باي.